السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفيني، معاكي اختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي. ما تنسليش ولايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ونقول بسم الله ويلا نخش على الفيديو. معايا هنا 4 وراك وكام جناح كده، تمام. وشوحتهم في حلة سخنة، يعني اديتهم صدمة، وبعد كده نزلت عليهم ببصلاية كبيرة، شوية فلفل اسمر زي ما انتوا شايفين، شوية ملح، سنة من السبع بهارات لو عندك، بس انا ما كانش عندي. دي البهارات بتاعتنا اللي هنبهر بيها الفراخ. بعد كده هتجيبي شفشق من الصلصة، تكوني ضربة كويس وتنزلي بيه اهو زي ما انتوا شايفين كده. نفس الشفشق هتزودي مرة كمان مية وخلاص على كده. وبعد كده هتغطيها وتسيبيها تستوي بقى. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. بعد كده جبت كيلو من اللبن، حطيته كده يغلي زي ما انتوا شايفين عشان هعمل رز مدسوس. وفي الوقت ده كده كنت حطيت الرز في الفرن خلاص، الرز بقى المدسوس المعمر، قولوا انتوا بتقولوا عليه. المهم ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. عايزه احمر الفراخ بتاعتي، وفي نفس الوقت مش عايزه استهلك زيت، عايزه اعملها صحيه. عايزه كده يعني. فهنعمل ايه؟ هنجيب بطاطستين زي ما انتوا شايفين، كوستين، عندك جزر حطي، عندك بسله حطي، اي نوع خضار حطيه في الصينيه اللي هنعملها دي. هنعمل احلى شويه خضار، ايه، مسلوق، سوتيه. بصوا خضار كده، ايه، صينيه بطاطس. هي حاجه مش مفهومه بس كان طعمها جميل جدا جدا جدا. قشرت بقى البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وطلعت شويه جزر من الفريزر كده، وخرطت الكوسه اهوت سميكه شويه. وبعد كده خرطت البطاطس. تمام تمام، كل حاجه واحده واحده معانا اهوت. عزومتنا النهارده جميله كده وسهله وخفيفه. تعملي كذا صنف من حاجات بسيطه جدا. مش لازم ان انت تكوني عامله عزومه عامله 50 60 صنف، ممكن تعملي صنفين مظبوطين احسن من 10 مش متظبطين. تمام. حطيت معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، معلقه الشاي الصغيره طبعا. هديهم بقى تقليبه كده. ما حطيتش بصل ليه؟ عشان انا هزود شوربه، والبصل اللي حطيته في الشوربه هحطه في الصينيه الحلوه دي. تمام اهوت زي ما انتوا شايفين معايا. هجيب بقى طبق او كبشه، يعني عشان خاطر ابتدي ان انا اغرف شوربه زي ما انتوا شايفين، وهنقي البصل اللي في الشوربه فيه اهو. شايفين بقى الجمال والحلاوه. بجد الخضار اللي تحت الفراخ دوت كان احسن مليون مره من اي خضار انا عملته. جميل جدا وخفيف كده ومش متعب. جربي بس الصينيه دي هتعجبك قوي. بعد كده طلعت الوراك بتاعتي كده، رصيتها زي ما انتوا شايفين. تمام بالطريقه دي كده اهو. مش هعمل اي حاجه غير هعص الوش، يا سمنه يا زيت اللي متوفر عندك حطيه. سنه سمنه سنه زيت حطيها ودخليها الفرن، هتاكلي احلى صينيه فراخ ممكن تاكليها في حياتك. كانت جميله جدا وخفيفه كده ومش متعبه. حتى للناس اللي عامله دايت ما تضايقهمش في حاجه، ما فيهاش دهون كتير، وفي نفس الوقت متحمره. يعني انتي بصي بتاكلي وجبه غذائيه متكامله. احنا النهارده الاكل بتاعنا غذائي يا جماعه. وادي الجناحه اللي كانت معايا حطيتها هي كمان. ماشي، هولع بقى عليها على النار القعر يستوي عبال ما الرز بتاعي يخلص. يعني انا هولع الخضار اللي تحت ده يستوي عبال ما الرز بتاعي يكون خالص في الفرن. انا حطيته من شويه. طبعا طريقه الرز المعمر عاملاها معاكم كذا مره، فمش محتاجه وصفه ولا حاجه، فقلت اصور انا واعمله مع نفسي عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. تعالوا بقى نشوف الرز معانا. شايفين بقى وشه شايل ازاي واللبن بيغلي؟ حاجه كده تحفه. اول بقى ما وشه بيشيل معايا كده، بوطي عليه النار خالص من فوق، وبعد كده بطلعه دقيق سمنه وادخله تاني الفرن لمده دقيقتين. والبطاطس كانت على النار بتغلي، وبعد كده دخلتها الفرن. شايفين بقى الجمال والحلاوه، مفيش احلى من كده. شايفين الفراخ متحمره حلو ازاي، والالوان تحفه كده وحاجه جميله، والرز بتاعي جاهز. وهنا كنت بغرف الشوربه بتاعتي بقى عشان ناكلهم، عشان كده تمام. على فكره الاكل ده كله كده ما اخدش معايا وقت خالص، يعني تقريبا ساعه ساعه وربع كده كنت مخلصه الاكل. المهم هغرف بقى الرز كمان بتاعي، وهغرف بقى الفراخ والطبيخ. عزومه جامده جدا وخفيفه جدا، حتى لو حد يعني بعد الشر تعبان، الاكل ده مش هيتعبه في حاجه. اكل صحي كده ومفهوش ان هو مثلا زيوت ياما ان هو يتعب والكلام ده، لا. المهم هغرب بقى الرز اهوت معاكم. شايفين بقى الرز مفلفل وحلو ازاي. ما تنسونيش بقى بلايك. وكنت عايزه ارحب بكل اخواتي اللي نوروني جدود في القناه، وجودكم على راسي من فوق. خشوا سيبوا لي كومنت حلو عشان خاطر ارحب بيكم في قناتنا الجديده. زي ما قلت لكم، يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. وايه رايكم في الفيديو اللي فات اللي هو كان بتاع البحر وكده؟ لو عجبكم قولوا لي. تمام. وبرضه هنعمل سلسله فيديوهات خروجات بره في اسكندريه، يعني نروح المرسى ابو العباس وكده، بس لو الفيديو عجبكم. تمام.
شايفين بقى الفراخ حلوة ازاي، تحفة تحفة وناشفة كده، والخضار بتاعي دايب. هبتدي بقى اغرفه هو كمان، وكده يبقى الاكل خلص معايا. اللهم بارك. الف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجه من الاكل الحلو دوت. زي ما قلت لكم ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. قناتنا حلوه ومفيده، خدوا لفه فيها تعجبكم قوي قوي قوي. آه بجد فيها فيديوهات اقتصاديه، فيها فيديوهات مش مكلفه. ممكن تعملي من حاجه بسيطه حاجه روعه. المهم، يا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم. وايه رايكم بقى في اكل النهارده كده؟ بصوا حاجه وعلى فكره الفرن اللي هو الغاز اللي انا بسوي فيه الرز والخضار، انا بقتنع بيه عن فرن البوتاجاز بكتير بصراحه. فرن كده ايه، تحسوا ان هو في ريحه الاكل بتاعت زمان. تمام. وهنا بقى استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، واسيبكم مع كوكي تقول لكم تصبحوا على خير. بصوا، ما هي هنا كانت بتقول لكم عاملين ايه، تصبحوا على خير، بس انا الفيديو اتكتم الصوت فمعلش.